هلو. كل سن وليه احكامه فعلا. غلطه كبيره قوي بيقع فيها مربين القطط والكلاب ان هم بيبقوا فاكرين رعايه القطط والكلاب وهم كيتنز وبابيز صغيرين زي رعايتهم في كل المراحل العمريه بتاعتهم. غلطه كبيره قوي لان كل مرحله عمريه بتبقى محتاجه ان احنا نهتم بيهم بشكل معين، اذا كان الاهتمام اللي بيحصل في البيت او الاهتمام العلاجي او الميديكال عند الدكتور البيطري بتاعهم او الاهتمام حتى في السلوكيات بتاعتهم او تربيتهم. طيب ايه يا دكتور المراحل العمريه دي؟ في تقسيمه بسيطه للمراحل العمريه. ممكن تقسم الاعمار بتاعه الحيوانات بتاعتنا ل6 اعمار او القطط والكلاب مينلي. ايه هم بقى 6 مراحل عمريه دول؟ اول مرحله فيهم هي مرحله حديث الولاده. حديث الولاده دول اللي هم القطط والكلاب الصغيره الكيتنز والبابيز من عمر ما اول ما يتولدوا لغايه عمر 6 شهور. في العمر ده بنهتم قوي بالغذاء او التغذيه بتاعتهم علشان ده اللي بيبني جسمهم وبيبني صحتهم في المراحل اللي بعد كده. بنهتم قوي ان هم يطعموا كويس التطعيمات الفيروسيه كلها وتطعيمات الديدان عشان كل ده بيأثر على نموهم وان هم ما يصابوش باي امراض في خلال الفتره الصغيره دي. طيب ايه المرحله اللي بعديها؟ ما المرحله اللي بعديها مسميها مرحله الطفوله، اللي هو القط في عمر او القط او الكلب في عمر 6 شهور او ما بعد 6 شهور، اللي هو من عمر 7 شهور لعمر 2 سنين. هو ده بيبقى في مرحله الطفوله بتاعته. مرحله الطفوله برضو نهتم قوي بالتغذيه بتاعه القط والكلب بتاعنا، نهتم ان احنا نتابع تطعيماته ونتابع اسنانه ونمو اسنانه، ان هو خلاص بيبقى في مرحله ان هو بدل اسنانه ونشوف الاسنان الدائمه بتاعتنا عامله ازاي، ونبتدي نغسل اسنانهم، نبتدي نتعلم نغسل اسنانهم بشكل دوري عشان نمنع مشاكل اسنان في المستقبل، وفي نفس الوقت بنواظب على التطعيمات بتاعه الفيروسات بتاعتنا واللي هي بتبقى هنا في المرحله دي بتبقى سنويه مره كل سنه، وتطعيمات الحشرات الدوريه عشان نحميهم ان الحشرات دي ما تنقلهمش اي امراض تانية زي طفيليات الدم والحاجات